إلى هذه المنطقة نزح آلاف من الصوماليين هربا من جحيم القصف العشوائي الذي استهدف منازلهم، وكذلك بحثا عن ملاذ آمن يضمن لهم البقاء على قيد الحياة. يعيش هؤلاء النازحون في خيام ضربت في منطقة الآبار على مشارف العاصمة مقديشو. الفقر والبؤس يعلو الوجوه التي تتضلع إلى كسرة خبز أو شربة ماء تروي ظمأهم الشديد، لكن أكثر ما يحز في النفس هنا هو عدم تحرك الجهات المعنية بشكل يتناسب مع حجم المأساة التي يمرون بها. احترقت سيارتنا والفحم الذي كنا نتاجر به، ثم نزحت أنا وأحفادي الذين قتل والدهم المقتول إلى هنا. نعيش تحت هذه الشجرة وليس هناك جهة ساعدتنا سوى الله. ورغم الظروف الصعبة وقسوة العيش داخل هذه الخيام، فإن هذه الحياة تعتبر بالنسبة للبعض أفضل بكثير من العيش حتى ولو في قصر بمقديشو، تحت تهديد القتل المتعمد والقصف العشوائي الذي لا يبقي ولا يذر. نزحت من أحد الأحياء في مقديشو. القوات الإثيوبية قتلت زوجي أثناء محاولته جلب متاع لنا من بيتنا، كما قتلت ابني الأكبر أيضا وهو يحاول أن يتفقد منزلنا. مشاهد الفقر وحياة الشظف في هذه المخيمات تختزل معاناة حقيقية لآلاف من النازحين الذين يكتوون بنار التشرد عن ديارهم بعد أن فقدوا الأمان والاستقرار فيها، دون أن يلوح في الأفق أي تحسن قد يطرأ على نمط حياتهم. لم يتوقف النزوح، ففي كل يوم تأتي أفواج جديدة من النازحين، ليس لديهم أغطية بلاستيكية تقيهم من المطر ولا أدوات للطبخ، فضلا عن الفراش، فعلا إنهم أناس يعانون أكثر مما يتوقع. الجميع هنا يرقب تدورات عن كثب، ويتطلع إلى اليوم الذي يخيم فيه السلام والاستقرار على بلادهم، وما يرجونه هو أن يعجل الله حلول ذلك اليوم الذي ينتظرونه على أحر من الجمر. تتعالى النداءات لإنقاذ حياة ملايين المدنيين في الصومال الذين باتوا يواجهون أزمة إنسانية متصاعدة ومنسية من قبل المجتمع الدولي، لكن هذه النداءات وحدها لا تكفي ما لم تعمل الجهات المعنية على حل المشكلة السياسية وإبعاد تدخل الإقليم في شأن الصومالي. عمر محمود، الجزيرة، مقديشو.